السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد كلنا إن شاء الله نستفيد بيه. الزبدة البلدي أو السمنة البلدي. عشان نحصل على السمنة البلدي لازم تجيبي زبدة. زي ما انت شايفة الزبدة دي بتبقى فلاحي. الزبدة دي مهما قلنا بتتغش فسهل جدا غشها، سواء بيحطوا حاجات صناعية عليها تبقى سمنة صناعي ويكوروها ويعملوها زبدة ويقولوا زبدة بلدي، أو يحطوا زبدة من بتاعة المحلات اللي هي بتبقى مزارع، أو زبدة مغشوشة ويحطوها. كل حاجة ممكن يغشوها بيها. فاحنا علشان نحصل على زبدة بلدي بقري طبيعية لازم تجيبيها من مصدر موثوق منه، من إنسان بيخاف ربنا ويخاف على الحيوانات اللي عنده، لأن اللي بيغش الحاجة ربنا يعني بيجازيه إن هو الحيوانات بتاعته يعني تنضر. فلازم تجيبيها من مكان موثوق منه، من إنسان أمين ونضيف في نفس الوقت. لما بنجيب الزبدة بنبتدي نسيحها، إن احنا نجيب وعاء ستانلس ستيل. باقول stainless steel لإن أنضف حاجة لتسييح الزبدة هي الوعاء الstainless steel. طبعًا يكون في موزع للحرارة، وتبتدي على نار هادية خالص تبتدي تفُكي الزبدة. وأنتِ بتفُكيها تحاولي إنِّك أنتِ تقلّبي شوية خفيفة كده، بحيث إن ما فيش حاجة تلزق في قعر الإناء. النار لازم تبقى هادية جدًا وتبقي موجودة في المطبخ ساعة وأنتِ بتسيّحي السمنة، ويكون الوعاء اللي بتحطّي فيه الزبدة أكبر بكتير من حجم الزبدة المحطوطة فيه، لإنه ممكن يفور ويغرّق الدنيا، وخسارة تفقدي جزء كبير منّه، وهو يعني السمنة غالية جدًا. بعد كده نبتدي نقلّبها سواء كانت سمنة بقري أو جاموسي. دي بقري لونها كده مصفر واخدة على اللون الأورنج، دي بتبقى بقري. الزبدة اللي هي بتبقى بيضة أو مخضرة شوية على حسب أكل الحيوان، دي بتبقى زبدة جاموسي. الجاموسي شايفة مخضرة شوية كده على حسب أكل الحيوان. بياكل برسيم بتبقى لونها مخضر شوية، ما بياكلش برسيم بتبقى لونها فاتح أبيض. كمان في ناس بتحط سِنّة كركم وهُم بيعملوا السمنة فبتبقى مخضرة جامد. أيًا حاجة أقول لِك يقول لِك ليها ريحة، ليها طعم، ليها كذا. هي الغِش بتاع السمنة ما لهوش حد، أو ما فيش حد بيعرف فعلًا إن السمنة دي مغشوشة أو مش مغشوشة غير لمّا يبقى واحد خبير فلاح، فلاح يعني، بيبقى عارف إن الحاجة دي مغشوشة أو مش مغشوشة. فأنتِ لازم تجيبي من مصدر موثوق، هو أضمن حاجة. بنفضل نسيّح في السمنة لغاية لمّا تصفى خالص كده، ويبتدي يبان قعر الحلة من السمنة نفسها. شايفة الوش اللي على السمنة دي بتبقى وش اللبن أو الزبدة. ممكن تسيبيها وأنتِ بتصفّي السمنة، بس طبعًا لمّا تهدى السمنة خالص تبتدي تصفّيها في وعاء إزاز أو وعاء بلاستيك على حسب المكان اللي هتشيلي فيه السمنة. لو هتحطّيها برّه التلاجة يبقى حطّيها في وعاء إزاز، ويُستحسن تحطّي معاها قطعة من المُرجة دي، أو تحطّي كام واحدة فلفل أسود صحيين جوّه الوعاء الإزاز عشان تحتفظ بيها سَنة كاملة من غير ما تبوظ. لكن معظمنا بنحُط في التلاجة أو في الdeep freezer فما فيش مشكلة، باحُط في وعاء بلاستيك، بس طبعًا بعد حرارة السمنة ما تهدى جدًا وتبقى صافية كده، تبتدي تصفّيها في الأوعية اللي أنتِ هتحافظي عليها فيها لمدة سَنة أو أكتر، أو مثلًا هتدّيها لحد أو تعمليها لولادِك وكده، فتبقى قاعدة سَنة كاملة. الوش اللي عليها ده مش هيأذيها ولا يخلّيها وِحشة، بالعكس ده هيحافظ عليها ويخلّيها بالسَنة ليها ريحة وطعم جميل جدًا، اللي هي المُرجة. المُرجة دي بناخدها بعد كده بنصفّي السمنة كلّها اللي فيها، ونبتدي نسويها تاني على النار، هتطلّع كمية سمنة تاني. وكمان ممكن تستخدميها للأكل، تحطّيها مع الفول، مع البيض، مع أي أكلات تحبّيها، تعملي بيها مِش، تعملي بيها أي حاجة أو تهدّيها لأي حد بالهنا والشفا. شايفين السمنة صافية إزاي ونضيفة، وطبعًا ريحتها حلوة جدًا ومرمّلة، وبالهنا والشفا ليكم جميعًا، والسلام عليكم ورحمة